نروح لريبيرو اللي برضو اتكلمت فيه المرة اللي فاتت. الأهلي مضاه ب135,000 دولار، والعقد بيقول انه اول 3 شهور مفيش شرط جزائي. ركزوا معايا، الشرط يشتغل بعد 29 اغسطس. تمام. الاهلي خسر من بيراميدز يوم 29 اغسطس الساعة 11 بالليل. حلو. تمام. واستنى اليوم يخلص، وبعدها بيوم اعلن الاقالة. ركزتوا؟ يعني كان فاضل ساعة ويوم 29 يخلص، يعني كان ممكن يعلنوا الاقالة من 11 ل 12. اصلا الراجل رقمه الشهري كبير، والراجل يعني مش اللي هو اخفق، يعني هو في كاس العالم شافوا انه الدنيا مش الطف حاجه، هنا ما كانتش الدنيا موفقه قوي في الدوري. وطبيعي لما بتبقى جايب زي ما بيقولوا كده، لما تبقى جايب صفقات كلها نجوم ومعلمين بلغه الرياضه، طبيعي الدنيا ما بتنسجمش مره واحده، يعني بتاخد وقتك يعني. لكن الاول انت جايبه ليه؟ وما جبتش ليه ريبيرو اللي مشي؟ وما بالنسبه له جبتش ليه حصري. وما جبتش ليه الراجل كولر زي ما انت قلت؟ على الاقل يشكر الناس اللي بيدفعوا له 250,000 يورو وهو قاعد في البيت بياكل الكراسو الباتيه بالظبط. في السوق. امور بازازه في دماغه. فين الاحترام اللي بتكلمني عنه؟ هو ده الاحترام؟ ساعتها وقتها الحقيقه يعني النادي الاهلي ما طلعش وجه له اي اعتذار، ما طلعش وجه له اي اعتذار ولا اي حاجه خالص. كولر ده سمعت عنه في اي لقاء؟ كولر ولا هتسمع هو بياخد 180 ولا 200 الف؟ هو قال لك المخالصه تمت بعد شهر او كل شهر حاجه ونص. المخالصه طب ريبيرو برضه نفس سمعت الكلام. الدنيا راحت فين او جه ليه او الدنيا وفي ايه بجد؟ طب انا هقول لكم على حاجه. انتوا فاكرين زمان زمان التخته في الفصل، تحس ان هم كلهم بيبقوا مجتمعين وبيوزعوا عليهم سكريبت بورقه كده. انت النهارده في الحلقه بتاعتك هتقول الجزئيه بتاعت النادي الاهلي اللي هي ريبيرو خد فلوسه ومشي وكولر ورضا سليم ومش عارف ايه والكلام ده. لازم ده تقوله. المفروض دي حاجه اسمها صوت الزمالك، بس هو تقريبا مش صوت الزمالك ده. احنا كلامنا كله عن النادي الاهلي، يعني ما بتكلمش على مشاكل الزمالك، ما بتكلمش مثلا على الكره المصريه نفسها، مشاكلها ايه فيها. لا، انا بتكلم عن النادي الاهلي. انا دلوقتي بتكلم عن النادي الاهلي فقط. اقنعني عقليه الناس دي ايه غير ان هو بيطلع يتكلم عن النادي الاهلي فقط؟